صباح الخير البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي موضوع جديد. اليوم ما كانش روتين البنات على خاطر الدار راهي تضرب تقلب. البنات اللي تبعوا فيا في الانستغرام هم على بالهم بلي انا عندي دي تخافوا في الدار وكل شيء. مي قلت بما انه لو سوجي راح يكون على مشروع الخياطه، قلت بوركوا با نديره لكم من لاتولي وخلاص. اصلا الفايده من هذا الفيديو انكم تسمعوني وتفهموني وتتعلموا من الاخطاء اللي درتها انا في بدايه مشروعي وما ديروهاش نتوما. على خاطر شوفوا يا البنات، الانسان راه يتعلم من اخطائه ومن اخطاء الاخرين، وكي يتعلم من اخطاء الاخرين راح يوفر عليه جهد وطاقه ودراهم وكل شيء، يعني راح يسهلها على روحه اكثر. وفي هذا الفيديو حبيباتي راح نشارككم تجربتي مع مشروع الخياطه، وش هما الغلطات اللي درتهم في بدايه مشروعي وكيفاش قدرت نعاود نوقف بها شويه. كي حطيت لا فيديو الاولى بزاف ناس كومونتاو لي قالوا لي ما حكيتيش تفاصيل وما حكيتيلناش على طريقه التسويق وما حكيتيلناش على بزاف تفاصيل. شوفوا يا البنات، انا اصلا المشروع تاعي راه مازال جديد، مش راح نقول لكم درك راني رابحه فيها 100%، شغل راني هذا وين خطوه بخطوه، فهمتوني؟ مي كمان تعلمت بزاف حوايج مع البدايه، راح نشارككم بها باذن الله. اللي راهي مهتمه تكمل الفيديو لاخر دقيقه وباذن الله راح تخرج مستفاده. ودرك نبداو حبيباتي على بركه الله. اول خطا طحت فيه هو الحماس الزايد تاع البدايه. تشوفوا البنات، انا لا فورماسيون اللي لقيتها تاع الخياطه كانت فيها 3 موا، وجوست كمل لو بروميي موا رحت شريت الماتريال، كريت الساعه لوندروا كريتو كبير، ومن بعد رحت شريت الماتريال، شريت بزاف، رحت طلعت الطابله تاع الفصاله الكبيره، شريت ماشينه ثاني بزاف. ليسونسيال بديت كبيره، هو الفالي با نبدا كيما هكا نورمالمون نشري فرد ماشينه مثلا وسيرجي ونتعلم بشوي بشوي مثلا في الدار بركه حتى نشوف روحي متمكنه فريمون باش نروح نحل مشروع. انا ديريكتومون رحت حليت اتولي صايي، تخيلت بلي عندي ايكيب وني عندي خدمه بزاف، وفهمتوني البنات، وراني نخدم بالماطله ما نخدمش بالحبه. ليسونسيال هذا كان خطا كبير، خلاني نخسر بزاف دراهم مع الاول. يعني الانسان في بدايه مشروعه نورمالمون يحاول كيفاش يحافظ الميزانيه نتاعو، و ميم طون يبدا صغير، ما يتحمسش بزاف وما يروحش يتهور ديريكتومون ويصدم ديريكتومون. وثاني خطا وقعت فيه هو انه امنت بالمقوله ذيك انه الخياطه هي الفصاله، يعني الخياطه على الماشينه مش مهمه. في الفتره هذيك اللي كنت نتعلم في الخياطه ما ركزتش على اني نتعلم كيفاش نخيط على الماشينه، راح ركزت على الباتروناج والفصاله، على خاطر كنت مدايره في بالي بلي مش انا اللي راح نخيط، انا راح جوست نفصل وندير باترون، وهما واسمو نجيب معايا عباد يعاونوني هما اللي يخيطوا. مي هو صح، قدرت نبدا ونديماري في لو بروجي تاعي وانا مش انا اللي نخيط، مي كومام هذا خطا يبقى خطا. الفالي اني او ما نخرج لو بروتوتيب الاول انا ومن بعد نمدلهم يخدموا عليه، فهمتوني البنات؟ يعني اي وحده فيكم نصيحه، اذا حبيتي تبداي في المشروع هذا تعلمي انتي مليح كلش ومن بعد ابداي. وثالث خطا وقعت فيه البنات هو اني لونسيت لا بروميير كوليكسيون تاعي وين التجاره كانت ميتخلا، الوقت اللي لونسيت فيه ما كانش حد يشري. انا كملت لا فورماسيون في اوت ولا بروميير كوليكسيون تاعي حطيتها لو 20 سبتمبر. الناس ديجا كانت تقش لا رونطري سي بون، يعني ما كانش ناس تشري بزاف. هو الحمد لله يعني بعتها، مي طولت باش بعتها، يعني ما بعتهاش في شهرها، طولت شوي حتى لشتا باش قدرت نبيعها. هي الحمد لله يعني قدرت نبيعها. مي نصيحتي ليكم كي تحبوا تبداو مشروع تاع خياطه، شوفوا المواسم، شوفوا باغي اذا تبداو مثلا في قش، بداو في المواسم تاع القش، عيد صغير عيد كبير، لا رونطري، هذو المواسم الناس تشري فيها. بس انك تبداي في وقت الناس مش لاتيه خلاص بالقش ومش لاتيه باش تشري ولا نو، هذا خطا كبير خلاص، اللي قادر يسمى يردك للزيرو. وهنا البنات نخرج لكم شويه على الموضوع. كانت جاتني صاحبتي وجابت لي اول روايه كتبتها هي. شوفوا البنات ما تصورش قد ما فرحانه بها، على خاطر كانت ديما تقولي نحب نكون كاتبه وكل شيء، وسبحان الله الحمد لله تحقق الحلم نتاعها. وحبيت من هذا المنبر نحييها ونقولها ان شاء الله يا ربي نشوفك من اكبر الكتاب في العالم يا ربي، على خاطر اسلوبها يستاهل فريمون. الناس اللي قرات مارك ليفي وميسو ستيلها قريب بزاف ليهم،
ونرجع لموضوعنا حبيباتي، ونروح لرابع خطأ اللي درتو. هو ماهوش خطأ، هو مشكل، ولحد الساعة ما لقيتلوش الحل، واللي هو التسعير. لحد الساعة ما نعرفش ندير لو بري ولا نقيم الارتيكل تاعي. شوفوا، دان كوتي نحبو يخرج دو بون كاليتي، نروح نشيلو قماش مليح وسما مثلا اذا فيه ديزاكسيسوار ولا حاجه مليحه وكل شيء، مي ان ميم طون نحبو افيك ان بون بري. لحد الساعه ما قدرتش ندير توازن بين هاد الزوز حوايج، كاليتي و بري. البنات اللي عندهم ديجا اكسبيريونس ومن يسمعوا فيا دركا، اذا عندكم هكا ايدي ولا استيوس هكا نقدر ندير هاد التوازن نقولوا لي تعيشوا. والخطأ اللي راح نهضر عليه دركا راح نخرجوا به ببالك باهم نصيحه اللي تقدر تنجح لنا مشروعنا تاع الخياطه، واللي هو الفئه المستهدفه. شوفوا البنات، انا لي زارتيكل تاعي اللي خرجتهم الاولين كانوا ديستيني للبنات تاع الليسي والبنات تاع تاع الجامعه بلوتو. يعني لانيش اللي خيرتها انا ما عندهاش ميم با مدخول، يعني مش نقول لكم مش كان مينيميزي فيهم ولا، مي قليل وين تلقاي اللي راح تشري ليك مع لا كونكورونس ومع الحوانت برا وكل شيء. يعني سي ديفيسيل باش تحكمي بلاصتك مع الاول. مي الفئه المستهدفه اللي تشري عام 12 شهر هما العرايس. يعني شوفوا البنات، نصيحه لوجه الله بالك ما تلقاوهاش في اي بلاصه. اذا راكم حابين تنجحوا مشروع تاعكم تاع الخياطه، سيو كيفاش ولا خمو تخرجوا ارتيكل اللي العرايس يحتاجوه، مثلا قنادر ولا هكا دي لانجري، ولا كيف نقول لكم مثلا فراشات، لي بارور دو درا، لي روب تاع العراس، ولا هكا دي روب دو دومي فات. ليسونسيال سيو كيفاش تلقاو حاجه اللي العرايس يحتاجوها. يعني هاد لانيش هذه تشري ديما، والعرايس ديما يحتاجوا يشريوا وما يستخسروش من في الارتيكل اللي يشريوا، ما يستخسروش في رواحهم على خاطر عندها اون سوم دارجون وعندها المناسبه هذه. مام اللي ما عندهاش تشري حاجه مليحه. فهمتوني البنات؟ ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره كما حبيت نوصلها لكم. خطأ آخر البنات يقدر يكون سبب في انكم تفشلوا في مشروع الخياطة، واللي هو ما يكونش عندكم بلان بي للخطة نتاعكم ولا الاستراتيجية اللي راكم تمشيو فيها تسيروا بها بليتو المشروع نتاعكم. شوفوا البنات، نعطيكم ان اكزامبل بيا. انا كي بديت المشروع قلت لكم كنت مفيزي اني نخدم قش برا، درت دي زونسامبل وكل شيء، مي كي لقيتهم ما يمشيوش وصعاب باش يمشيو وكل شيء، بدلت راح درت دي روب دوتيس، والحمد لله قدرت نبيعها بسهوله بارابور لي زونسامبل اللي درتهم من قبل. وشوفوا البنات، كي تكونوا في بدايه مشروع ما فيها والو كي تجربوا شحال من حاجه حتى تطيحوا في الحاجه اللي راح تخرجكم وتنجحوا بها وتكملوا فيها. مش تخشنوا لسانكم باغ اكزومبل وحده ديسيدات تخدم قنادر ومن بعد القنادر هذوك ما خرجوهاش، وربي شغل ما كتبلهاش الرزق فيهم، تبقى تنسيستي ليهم وتبقى تخدم قنادر وتبقى تخسر كثر وتخسر جهد كما قلت لكم وطاقه ودراهم وكل شيء. لا، شفت حاجه ما خرجتنيش نروح نبدل، ما فيها والو، حتى كما قلت لكم نلقاو الحاجه اللي راح نكملوا بها باذن الله في هذاك المشروع. وهذه هي البنات، يعني لازم الانسان يكون عنده واحد المرونه هكا اللي يقدر يتعامل بها في المشروع نتاعو. وبالنسبه للتسويق البنات، ما نكذبش عليكم، انا ثاني ما زلت نعاني من هذا المشكل وما زلت نلقى صعوبه باش اني نروج للمنتوجات نتاعي، مي راني نتعلم بشوي بشويه، واي حاجه تعلمتها وفادتني اكيد راح نجي هنا ونشاركها معاكم. واش راح نقول لكم، انا بالنسبه لي كيفاش راني نخدم دركا، كي نحط ارتيكل جديد ندير له سبونسور حتى يجيب له ربي رزقه ونبيعه. وهذه البنات واهم حاجه انه الانسان يتوكل على ربي ويسعى، ما يقعدش لي بغاك خوازي ويقول لك ربي ما عطانيش. لا، الانسان يطيح وينوض ويتعلم ويسعى حتى ربي يرزقه ان شاء الله. البنات نقول لكم ربي يرزقني ان شاء الله ويرزقكم كل خير. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير، واذا حبيتوا بيان سور بارطاجيوه مع صحاباتكم هكا باش تكبر قناتنا. وهذه البنات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي موضوع جديد. تهلاو في رواحكم وبسلامه.